داوود محمد فرحان أشهر ساحر تائب في عصرنا الحالي. من بعد ما تاب فضح السحرة والدجالين. داوود زاد في عائلة متوارثة عمل السحر والشعوذة من جيل لجيل، وكيف ما عارفين أن الناس اللي كتعاطى لهادشي كيبداو يزينوا الأسماء ويزوروا الحقيقة، وكيبداو يسميو المعالج الروحاني أو الفقيه. فمن كان صغير باه كان كيسحرو بالطلاسم وكيمارس عليه الشعوذة باش يتلبسو الجنون، باش يولي ساحر بحالو. فمن طبيعة الحال جسمو الصغير بدا كيتأثر بهاد الشعوذات، وبدات كتجي حالات صرع شديدة، وكيبدا يتركل ويهضر. وكنظن راكم غالبا غتكونوا شفتوا شي حالة بحال ما هكا. وهادشي ما خلعش باه عليه، بل زاد في الأعمال ديالو حتى عرف أنها نجحات في جسد ولده. أما الأم ديالو فما كانتش باغا يمشي في هاد الطريق ولا يتبع حرفة باه وجدودو، حيت الا مات باه غادي يكون هو الوارث وهو اللي غادي يشد الاعمال ديال السحر في ديك المنطقه اللي هو فيها. وهنا داوود بدا كيكبر وهو ماشي عادي، عزيز عليه يبقى في الخلا والمناطق الصحراويه الخاويه، وكان تما كيبانوا ليه بنات قمه في الجمال. وهو في قرارة نفسه عارفهم من الجن، ولكن هو كان كيعجبو الحال. حتى لهنا راه باقي كلشي شبه عادي، حتى لواحد النهار وهو راجع من الخلوه ديالو كتبان ليه معزه مربوطه في شجره، وكانت هذيك المعزه اللون ديالها اسود او كحل بالدارجه ديالتنا. قال راه يمكن شي راعي غنم كاين في هذه المنطقه، نساها ولا شوف شنو جرى. بقى يتسنى الساعه حتى واحد ما جا، وبدا كيدخلو الشك انها ممكن تكون شيطان. فبدا كيقرب منها وهز معاه العصا ديالو او عصا لقاها في مليوحه، وقرب منها بغى يضربها باش تحيد من الطريق ديالو. وهي تفاجئوا بكلامها اللي كان كلام انثوي، وقالت لي بلي هي ماشي معزه وانما وحده من عشائر الجن. وهنا عرف انه انتقل من مرحله لمرحله، وهذا الشيء اثر فيه نفسيا. ومن ديك الصدمه جاي داخل دارهم وما واعيش على راسو شنو كيدير ولا اشنو كيقول. ملي شافت امو تخلعات عليه، فمشات استشرت جيرانها وعائله ولدها، لانه كيف ما قلنا في الاول فهو من عائله السحره ومشعوذين. قالوا لها ضروري خصك تربطيه بالسلاسل في شي بيت، حيت داخل لواحد المرحله خطيره عندها علاقه بان الجنون غادي يتلبسوه وغيبداو يعرفوه بخدام السحر اللي غيكونوا تحت يديه. فمو دارت داكشي اللي قالوا ليها، ولكن بدات كتحن عليه مره مره وكتحل ليه السلسله اللي كانت مسلسله بها، وكتطلقو يرتاح شويه. ولكن داوود بدا كيلاحظ فراسو انه بدا كياكل شي حوايج غراب بحال الجيفه والزبل، وبدا كيتزاحم مع الكلاب في الزنقه على اللحم الفاسد اللي كيكون مليوح او ديال حيوانات ميته. وهو ما كان بايدو حتى شي حيله، حيت عارف ان داكشي اللي لابسو هما اللي باغين ديك الماكله. وبحسب داكشي اللي كان فاهم من عائلته ان كاع هاد المراحل اللي داز منها انما هي كرامات وعطايا باش يوصل للقوه العظمى. فاتت هاد المرحلة وقرر أنه يمشي لبلاصة أخرى عند شيخ أقوى من الشيوخ اللي كانوا في ديك المنطقة ديالو، وسولوا على شي حوايج واستفسر منه على طلاسم وشعوذات. من بعد قال لي هذاك الشيخ أنه جاهز للخدمة، وقال لي أن البشر العاديين خاصهم ما يعرفوش هاد القدرات اللي عنده، حيت ما غاديش يقدروا يستوعبوها. وأنه راه وصل لمرحلة أي حاجة بغاها يقدر يوصل ليها وتحضر قدامه، ويقدر يعالج اي شخص مهما كان المرض ديالو. وقال لي الشيخ ديالو انه خاصو يجيب شي كتوبه بحال شمس المعارف وكشف الكروب وبزاف من الكتوبه ديال السحر. وداود كان عنده في يدو خاتم فيه حجر كريم ونادر، وكيف ما كيقولوا كان هذاك هو خاتم الحكمه باش كيسيطر على الخدام ديالو. وكان عنده تسبيح باش كيوهم الناس انه شخص صالح وعابد. كان كيدهن هذيك السبحه ولا التسبيح برائحة العود الفاخرة، باش ملي كيبدا يعالج أو نقولو كيسحر الشخص كيتهيأ لي أنه في جلسة روحانية فيها ريحة طيبة وجو روحاني. ومن طبيعة الحال كأي ساحر كانوا الخدام ديالو كيجيبوا ليه المعلومات الشخصية على الشخص اللي كيعالج، فكيخليه منبهر وحال فمو فيه وعاجبو الحال. وداز 5 سنين هو على داك الحال، ولكن بدا كيلاحظ أن الخدام ديالو ماشي في القوة اللي باغي هو،
وإلا بقى هكا غادي يخسر كاع الكليان ديالو ويخسر الفلوس اللي كانت كتدخل عليه. فبدا تاني كيدير الخلوة. وواحد النهار هو كيحضر في الجنون والخدام ديالو خرج ليه راجل لابس الابيض ولكن وجهه كيخوف. فهنا هو عرفوا انه اكبر خدام السحر، حيت هو من ديما كان كيطلب الخدام الاقوياء. فهاد الراجل حقق ليه اللي بغا وصيفط ليه خدام اكثر من اللي كانوا معاه واقوى من طبيعة الحال. ولكن كلشي كان بالمقابل. طلب منه انه يمشي للخلوة ديالو ويدي معاه مصحف ويقطعه من النص ويلبسه في رجليه ويبقى يتمشى به في الارض. وتاني طلب كان هو يقطع جميع اوراق المصحف ويفرشهم ويمارس فوقهم الرذيلة. ولا حول ولا قوة الا بالله، ولكن هادشي اللي كان في القصة. وخصو يبقى تما في ديك الخلوة 40 يوم ويدير هاد الافعال المذكورة يوميا. وخلال هاد المدة ممنوع عليه يقيس الماء ولا يغتسل ويبقى على جنابته ديك المدة كاملة. ومن الشروط ما يجلسش مع الناس اللي مدينين وما يقراش القرآن إلا بعض الآيات اللي يقدر يوهم بها الناس أنه شيخ روحاني أو فقيه كما كنقولوا. وشرطوا عليه أنه ديما يبقى على جنابه واخا يكون خارج وبغى يصلي مثلا يدخل يصلي بالجامع بالجنابة ديالو باش يخلي الناس ثقة فيه. سالت هاد الخلوة ورجع للأعمال ديالو وبدا الجلسات ديالو. كان كيبداهم ديما بقراءة القرآن، ولكن ديك القراية كانت كلها خاطئة وآيات داخلة في آيات. والطبيعي أن الشخص اللي جاي كيتعالج كيكون مشوش فما كيركزش معاه، واخا يخطأ ويحرف القرآن ما غاديش يديها فيه. وكيبدا يقول ليه أسرار ومعلومات هو براسو ممكن يكون ناسي هذاك الشخص. وهادشي من طبيعة الحال كيجيبوه الخدام ديالو اللي كيهضروا مع القارين ديال هذاك الشخص اللي جاي يتعالج. وتما الناس كينبهروا بالقدرات ديالو. ومن الحوايج اللي كشفهم انه فاش كان كيطلب من الناس تذبح اي حيوان، كان يعني اي حيوان سواء معزه سواء دجاجه اي حيوان يخطر في بالكم، ويسيلوا الدم ديالو، الغرض منه هو يخليو الضحيه يشرك بالله. اما هاد الطقس فما كيقدم ليه هو وما كيأخر ليه والو. يعني كيضمن غير الضحيه انها شركات وولات بعيده على الله وحمايته. وهنا غادي تجي مرحله التوبه. واحد النهار كان دار جلسه عند شي ناس ومن وراها عيا بزاف وطلب منهم شي غرفه فين يرتاح. فمشى نعس وهو في سابع نومه حلم انه ميت والناس دايرين بيه وكيشوفوا فيه هو كيهضر معاهم وحتى واحد ما سمعه. ودوزوه يتغسل ويتكفن وداوه دفنوه. وهو كيتدفن وهو كيغوت ويقول لهم انا راه باقي حي، ولكن حتى واحد ما كان سامعه. وسدوا عليه القبر، وملي سدوا عليه كيحس بواحد اليد كبيره شدت الجسم ديالو وهزته حتى للفوق وخبطاتو بالجهد في الارض. وقالت ليه صلي لله. ناض من الحلم مفزوع على غوات وكله كان متألم. جاو الناس كيجريو لعندو ما عرفوش منين جا هاد الغوات، ولكن هو بدات كتقول ليه الشياطين ديالو انه راه ما كملش الخدمه وراه كلشي غضبان عليه. ولكن هو كان مرفوع وعيان بزاف. فرجع نعس ودخل في حلم اخر. شاف راسو غادي كيتمشى ولقى قدامه حفره عميقه وكان فيها باه، ولكن الشكل ديالو كان غريب. وبدا كيقول لي انه خصو يبعد ويتوب من هاد الطريق ديال الشرك والكفر بالله، وانه راه ندم حيت علمو ودخلو لهاد الطريق، وانه ما كره يرجع للدنيا ويستغفر الله على كاع الفعايل ديالو ويتوب. هنا فاق من نعاسو وكان متأكد ان هذه رسالة واضحة ليه وقرر يتوب. فملي عرفت الشياطين انه غادي يبعد عليهم حيدات ليه القوة الروحانية اللي كانت عطاتو ودات حتى القوة الجسدية ديالو. فما بقاش قادر يمشي ولا يوقف على رجليه، ولكن هو كان مصمم على التوبة. فحاول بكل ما فيه وتوضى وفرش السجادة ديالو كيصلي، والشياطين دايره بيه وكتحاول تمنعو وترجعو ليهم، ولكن هو ما استسلمش. ودازوا الحيلة خبيثة انهم قالوا لي غادي اديو ليه ولادو، وداكشي اللي كان ماتوا ليه 2 ولاد ومرتو حتى هي من بعد سنوات جاها مرض غريب وحتى هي توفات. ولكن هو بقى ثابت وعطى مثال وقدوة للناس اللي في المجال ديالو انه واخا توصل ليش ما وصلتي في القوة فالله اقوى واعظم. وكانت هذه هي قصتنا.